ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا كيرو. اللي ما عرفنيش، انا كيرو دفعه ثانويه عامه 2023 وحاليا بدرس في كليه طب. لازم بس نقول المقدمه التافهه دي. العربي الحقيقه من اكتر المواد اللي انا اكتشفت ان انا كنت شاطر فيها او لا او بقيت شاطر فيها، بالذات يعني مع ليالي الامتحانات والفتره المهمه قوي اللي احنا فيها دي دلوقتي. عشان زي ما شاركت معاكم قبل كده، انا ما كنتش شاطر اصلا في العربي، وحتى اخر شامل مع المستر جبت فيه 40 من 60. حصل يعني لخبطه جامده لدرجه ان انا سبت المستر واخدت حتى مع مستر تاني كان اونلاين. بس يمكن انا كنت مركز قوي في العربي زي ما بيقولوا كده، اللي هو من كتر ما انا حاسس بفشل ويأس من الماده دي، فكنت ببذل فيها مجهود كبير قوي. فزي ما بيقولوا مفيش حاجه راحت على الفاضي، ويعني اكتسبت خبره كبيره قوي في موضوع العربي ده بالذات. يعني اخدت بالي منها في ليالي الامتحانات والفتره اللي احنا فيها دي، ان انا كنت بحل اصعب الامتحانات في وقت قليل، وكنت بنقص درجات بسيطه قوي، وطلعت فيه شاطر جدا وجبت 76 من 80. وكمان حليت الامتحان في ساعه و40 دقيقه. كل حاجه كانت بسبب طريقه معينه انا كنت بستخدمها او اكتسبتها مع الوقت، وكمان ترتيب معين لحل الامتحان وكيفيه كده لحل كل فرع في الامتحان زي النحو وغير القراءه وهكذا. واكتشفت برضو طريقه ازاي اتعامل مع الاسئله اللي انا مش عارف احلها او اللي مثلا صعب عليا، وان انا مش لازم يعني ان انا انقص درجتين في النحو او درجتين في النصوص او القراءه زي ما كنت بعمل طول السنه وما عملتهاش اخر السنه. طيب الفيديو ده ما تسمعوش وانت مش فاضي، لا، خلص مذاكرتك وخلص كل حاجه وراك، وتعالى في وقت مثلا قبل ما تنام ولا حاجه، او وقت راحتك في نص اليوم لو عايز، واسمع معايا واحده واحده. حط نفسك دلوقتي معايا في اللجنه، وما تبقاش عمال تسمع وخلاص وبتضيع وقت حتى لو للنصايح، لا، طبق لو لمره واحده بس. طيب اول حاجه هتعملها بعد ما اخدت ورقه البابل شيت وخلاص كتبت اسمك وظللت على رقم الجلوس بتاعك في البابل شيت، بتروح رامي القلم الجاف ده، تمام، وجايب القلم الرصاص بتاعك وتبدا على طول بدون تفكير. المفروض بتبدا بالنحو، وانت بتدور على السؤال بتاع النحو خلي بالك عينك تيجي على اي سؤال تاني في الامتحان. انا بعد ما خلصت النحو بصيت على الساعه اللي معايا دايما، ولقيت ان انا خلصته تقريبا في تلت ساعه او نص ساعه. حاول ما تتاخرش عن كده، وفي نفس الوقت برضو كل سؤال وانت بتحله تديله تركيزك. وبرضو تعالى لي كده، بما ان ده اول امتحان ليك، يعتبر اول امتحان يعني، سيبك من الامتحانات اللي فاتت، فانت ممكن في اول 5 دقائق من الامتحان او اول 5 دقائق من اللجنه يجي لك كده بانيك كده، او ان انت مش مركز وهكذا. ما تقلقش، الموضوع ده بيقعد 5 دقائق بالظبط وبيروح، وبترجع تاني لقمه تركيزك. هي احسن طريقه للحل. بص، وانت ماسك القلم الرصاص بتاعك، الاجابه بتاعت السؤال الاول الف، فبتروح عامل الف في مكانين. اول حاجه في الورقه بتاعت الاسئله نفسها بتعلم على الف، وفي الورقه بتاعت البابل شيت لازم تظلل بالرصاص على الف، بتظلل خفيف قوي كده. بس هو احنا ليه بنظلل في الورقه بتاعت البابل شيت في اول الامتحان كده وبالرصاص؟ هقول لك كل حاجه بس في الاخر امشي ورايا بالترتيب. طيب اعمل ايه مع اي سؤال مثلا وقف معايا او ضيعت فيه وقت وشايف ان انا خلاص مش عارف اجيب اجابته؟ بص، انت معاك الساعه بتاعتك، بتشوف مثلا السؤال عدى عليه مثلا 3 دقائق 5 دقائق، ده كده كتير قوي عليه، فتروح على طول سايبه من غير تفكير وتروح للسؤال اللي وراه. هل انت هتسيبه كده وخلاص؟ لا، انت كمان هتحاول تستبعد الاجابات اللي انت شاكك ان هي غلط وتعمل عليها علامه بسيطه كده اكس، وهقول لك انت ليه بتعمل كده في الاخر. ومش بس كده، كمان انت هتروح جايب الكراسه بتاعت الاسئله نفسها، هتلاقي في اخر صفحه او اول صفحه ورقه كده فاضيه خالص اسمها المسوده، تمام، هتروح كاتب رقم السؤال ده. فتمام، انا رقم السؤال رقم 47 مثلا، السؤال ده انا مش عارف احله، ففي الورقه بتاعت المسوده هتكتب كل الارقام بتاعت الاسئله اللي هي اخذت معاك وقت وانت شاكك فيها. في النحو برضو خليك واعي ان دايما الاسئله بتبقى جايه شبه القواعد بتاعتك في المنهج، فانت على طول اول ما تشوف السؤال ركز ايه القاعده اللي هو عايزني افكر فيها في السؤال وهتحله بسهوله. طيب بعد النحو انا تقريبا رحت للنصوص والادب. والنصوص والادب على عكس النحو، انا اول ما بشوف سؤال النص او اول ما اشوف القطعه بتاعه النص بسيب النص نفسه واروح اشوف الاسئله، ومش بس كده بشوف كمان الاجابات. وبالذات يعني في سؤال الادب ده، سؤال الادب ده بيبقى سؤال زي العسل، تمام، اللي هو بيقول لك مثلا ده من مدرسه ايه ولا كده، انت اساسا ممكن تحله بالاجابات بالاستبعاد. وانا بقرا النص بقعد اخطط على الحاجات اللي انا شايف ان هي مهمه، ومثلا لو جات لي فكره ان مثلا اول 3 ابيات دول بيتكلموا على فكره معينه، بروح كاتبها بالرصاص. دي حاجه مهمه قوي، وانا كنت بسمع ان هم بيقولوا ما تقعد تخطط يا ابني او تقعد تكتب افكار مثلا على النص، وما كنتش بعمل كده. بس من ساعه بقيت بعمل كده ما بقتش بغلط اصلا في النصوص، علشان ببقى فاهم كل قطعه في النص بتتكلم على ايه من غير ما اقعد اضيع وقت كل شويه واقعد ارجع تاني اقراها. زائد كمان انا ببقى مخطط على الحاجات المهمه، فعلى طول بدخل في الاسئله بدخل اشوفها على طول، وبتسهل عليا قوي في المراجعه علشان اراجع بسرعه، وده اللي هقولك عليه قدام. وفي السؤال بتاع النصوص او الادب من غير حتى ما يسالني بحاول على قد ما اقدر اعرف مثلا الكاتب ده اللي كتب النص ده من انهي مدرسه، وبحاول كده استرجع ايه هي الصفات بتاعه المدرسه دي علشان اعرف الاسئله اللي جايه عليه، لان هم اكيد جايبين مثلا النص مثلا المدرسه الرومانتيكيه، يبقى اكيد الكاتب اللي كتب النص ده بيفكر بنفس التوجه ده، فهيسهل عليا ان انا مثلا لو في سؤال شاكك فيه ولا حاجه بروح حله
شبه المدرسه بتقول ايه. احاول ان انا اربط النصوص بالادب اللي انا مبصمجه. لو في سؤال في الادب مثلا او النصوص كان حفظ بس للاسف انا مش فاكر المدرسه دي ايه هي الصفات بتاعتها، ده بيبقى اول استخدامي لكراسه المفاهيم، اللي انا دايما ببقى حاطط فيها قلم كده او مسطره في الماده اللي انا بمتحن فيها، تمام، علشان اطلعها كده على طول، تمام. فاروح ايه شايف بقى ايه الصفات بتاعت المدرسه من كراسه المفاهيم، ساعات يعني بتبقى مفيده في العربي. وبعد كده ببدا بالاسئله بتاعت القراءه. وتركايه حلوه قوي هنا ان انت مثلا لقيت السؤال بيسالك مثلا ايه على الفقره الثانيه، تمام، بروح خلاص سايب السؤال واروح انطلق على طول للفقره الثانيه، اقعد افصفصها كلها لغايه ما اعرف الاجابه من غير ما اشوف الاجابات اساسا او الاختيارات الاربعه اللي في الاجابات. ليه؟ لان في القراءه بالذات ان انت لو قعدت تقرا الاجابات هتقول الاجابه دي تنفع، الاجابه دي تنفع برضه، ودي تنفع، فهم بيلخبطونا في الحته دي. لا، اعرف اجابه السؤال من القطعه نفسها، ثم اقعد شوف الاختيارات وحلها بالاستبعاد. اي سؤال في القطعه بيتحل بالاستبعاد وبيبقى في الاغلب صح. بس انا واخد بالي كده ان انت جامد قوي وعمال تقول في حاجات جامده، امال انت غلطت ليه؟ قول لي راحوا فين الاربع درجات بتوعك؟ هتلاقي كده في قطعه القراءه كل الاسئله مثلا بدرجه ما عدا سؤال واحد بدرجتين، او في النصوص سؤال واحد بدرجتين. اشمعنى السؤال ده اللي بدرجتين؟ تمام، يبقى اكيد وراه فكره، اكيد مش بيجي دايركت كده على طول. او اكيد مثلا لو انت في الفيزياء او الكيمياء او المواد دي بتبقى الاسئله دي عليها على خطوتين. هكذا برضو في العربي، انا كان في سؤال بدرجتين مش عارف الصراحه مكسوف ان انا اقوله، وهو سؤال بتاع تلت التسعه كام. ايوه انا غلطت فيه عادي جدا. انا في السؤال ده اول ما شفته الصراحه قلت ايه التفاهه دي؟ سؤال بدرجتين وبيسالني سؤال دايركت قوي كده، هم شايفيني اعمى ولا ايه؟ تمام. وشفت سؤال بيسالني كان عدد الساعات ايه، ف9 في الفقره 9 في الاجابات وتمام. الله عليا، الله عليا، خدت الصفر. اول ما شفت ان هو بيسالني على السؤال رحت على السطر بتاعه ورحت قريت السطر نفسه. 9 9 اكنهم يعني حاطين سؤال بدرجتين عشان اي حد يعني ايه يحله كده وخلاص، تمام. لا، دايما بتبقى الاسئله اللي بدرجتين بيبقى فيهم فكره. انا رجعت في السطر نفسه، لكن في القطعه نفسها في البدايه خالص كان بيقول لي حاجه تانية تغير الاجابه كلها، وهو كان بيقول لي بيستخدموا تلت الوقت ده، فبالتالي عشان كده كانت تلت 9 3 وانا عملتها 9. وبعد القراءه وبعد الغلطه الغبيه اللي انا غلطتها دخلت على طول على القصه، والقصه خلاص يعتبر خلاص الامتحان بيخلص مننا. اول ما شفت القصه شفت بس الفقره كده لمحه عليها ان هو ايه عايزني اوازن ما بينها وما بين ايه عندنا في طه حسين، فقعدت افتكر ايه القطعه اللي شبهها عندنا في طه حسين. وبعد كده على طول شفت الاسئله، تمام، وشفت السؤال هو بيسالني على ايه وعايزني اركز على انه جزئيه معينه في الموازنه. وهو اخر حاجه بقى خالص قعدت بقرا القطعه. والسؤال عامه بتاع الموازنه سواء في القصه او النصوص انت بتحله ازاي؟ ان انت بتشوف السؤال هو عايزك تركز في انهي حته بالظبط، وبعد كده بتروح للقطعه وتقراها بفهم وتركز على الحته اللي هو عايزك توازن ما بينها. واخر حاجه نهيت بيها الامتحان وهي اقل حاجه بتحتاج يعني تفكير عميق، وهي التعبير. عادي جدا كتبته، بس في غلطه غبيه انا عملتها في التعبير هقول لكم عليها برده. ان انا لما جيت مثلا بحل التعبير لاول مره، انا كده اتفقنا مع بعض ان احنا بنحل دلوقتي كل حاجه بالقلم الرصاص وبنظلل في البابل شيت بالقلم الرصاص، تمام. فانا كتبت التعبير نفسه في ورقه بتاعه البابل شيت نفسها بالرصاص. ايه الذكاء ده؟ قولي الذكاء ده، انت كنت فاكر تعمل حاجه شبه كده؟ ما هو في طالب ايده بتاكله، بص عنده شغف للصفر. فرحت اضطريت ان انا امسحها، بس قبل ما امسحها رحت كتبتها بقى في الورقه المسوده اللي انا بقول لكم عليها، تمام. فادي كده تاني مره كتبتها في المسوده، وبعد كده بعد ما مسحتها رحت كتبتها تاني بالجاف. فكتبت موضوع التعبير 3 مرات، فكانت قمه تضييع الوقت ووقت ضايع في الزباله. بس كده خلصت الامتحان في ساعه و40 دقيقه، وبقى معايا ساعه وتلت اقعد بقى اراجع فيهم. وحليت الاسئله تاني، ما انا كده اصلا معلم عليهم في البابل شيت بالرصاص، فكنت بظلل فوقيها بالجاف عادي جدا ولا يهمك. وقعدت بقى في النهايه انا وال7 اسئله او ال10 اسئله او الاكتر اللي انا كاتبهم في المسود ده اللي احنا كتبناها في البدايه، ان كل سؤال انا كان بيقف معايا كنت بكتبه هنا اهو. تمام، السؤال رقم 13 و47 ومش عارف ايه وي 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 وي. فاقعد بقى انا والامتحان كوبايه شاي في الساعه اقعد احله، ومبروك عليك ال80 من 80. وبس كده، ربنا معاكم في الامتحانات، وشكرا لدعمكم واللايكات اللي انتوا بتعملوها والكومنتات الحلوه بتاعتكم، مش هنساكم طبعا، واتمنى ان انتوا ما تنسونيش. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي واشوفكم احسن ناس في الدنيا. بصور في البلكونه علشان النور قاطع والدنيا حر، وسلام.